التين القمر ده بالنسبة لي مش مجرد فاكهة باكلها في الصيف وتعدي، دي أحلى مربى بتكمل معايا طول السنة. شايفين القوام والطعم والشكل عامل ازاي؟ حاجة كده خطيرة. في سندوتشات المدرسة مع الولاد بتوديها في حتة تانية خالص. بجيب التين بتاعي الواحدة بوحدتها زي ما انت شايفة كده، نقيها تبقى جميلة علشان تطلعلك مربى حلوة جدا. وامسكيها بقى اغسليها كويس قوي وابدأي قطعي المربى دي. التين ده كل واحد قطعيها 4 تربع، وبعدين ال4 تربع تقطعيهم كمان 4 تربع، يعني بتقطعي كل تناية 8 قطع. انا عملت 3 كيلو تين، حطيت عليهم كيلو وتلت سكر. سكر عادي جدا من بتاع التموين يا جماعة، مفيش اي مشكلة. حطيته عليه وسبته 4 ساعات. نزل بقى المية بتاعته بالشكل اللي انت شايفاه ده، رفعته على النار، بدأ يغلي. حطيت له معلقة صغيرة ملح ليمون. ملح الليمون ده بتجيبيه من عند العطار، وابدأ ان انا اقلبه كل شوية بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا احنا بنبدأ نهدي النار لما بتغلي ونقلبها كل شوية كده، وايدينا فيها علشان ارضية الحلة ما تلدعش مننا والمربى كلها تطلع زي بعضها. وكمان ننزل اللي في جناب الحلة من فوق ده علشان ما يخليش المربى بتاعتنا تسكر. بصي انا مصوره لك المراحل بتاعتها وهي على النار اهوت كل شوية عشان تشوفي تغيير شكلها بنفسك. طبعا لما دخلت في استوى بقى لونها اتغير وتقلت زي ما انت شايفة كده، هي تقريبا كده استوت. انا بقى جبت عسل الكلوكوز ده من عند العطار او من مستلزمات الحلويات، بحط منه معلقتين على الكميه بتاعتي دي كلها. ده بيساعد ان هو يظبط التسكير بتاعها، ما تحسيش انها مسكره، وفي نفس الوقت ما يخليهاش تكون حبيبات ولا اي حاجه. سبتها لما بردت خالص وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، تحفه وقمر وتجنن. اللي عايز يسيبها كده تمام، اللي عايز يديها ضربه شويه بالهاند بلندر تمام. انا بحب اديها ضربه شويه عشان لو بعملها سندوتشات ما تبقاش مكلكعه. دخلتها بقى التلاجة، ولما طلعت من التلاجة طلعت بقى متماسكة وبالشكل الخطير اللي انت شايفاه ده. فعلا بقى طعم وقوام مفيش احلى من كده. وطبعا التين مغذي جدا 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 لولادنا، وبيسد معانا في سندوتشات المدرسة وحلو جدا. واي فاكهة انت ممكن تعمليها بنفس الطريقة، بس لو فاكهة مززة شوية زي الفراولة بنزود لها السكر شوية. يعني ال3 كيلو الفراولة يتحط عليهم كيلو ونص سكر. وبس يا ستي.